انا وامي واخواتي لحد اليوم ده مش مقتنعين انك مت. كل لما باب الاوضه يتهز بيفتكروك انك مت. انا عاوز اقول لك حاجه مهمه، ان غياب الاب ده حاجه مش سهله ولا يمكن انها تتعوض. جرب كده تمشي في شارع ويكون ظهرك فيه معوج، جرب كده وساعتها اتفرج. او جرب كده تمشي بعكاز علشان رجلك الاتنين مكسوره، هتلاقي انك ماشي بتقعد. او نفس الاحساس يمكن بالملي لو ابوك سابك في الدنيا وحيد. هتكون طير جناحاته مقصوصه واقف على سور البلكونه حزين، نفسه يطير بس ما ينفعش. عاوز اقول لك حاجه اهم، محدش هيحس بوجعك ولا يعرف معنى موت الاب غير اللي داق من نفس الكاس وشرب منه زيك بالظبط. الاب انراح، في بيبان البيت باظت واتاكلت، سقف الاوضه بتاعك اللي كان بيحميك دلوقتي السقف وقع واتفتفت، وانت في دنيا الناس فيها بقوا دلوقتي لما يلاقوا ظهرك مال كله بينهش فيك وبياكلك. اوعى تفكروا ان غياب الاب ده سهل او ممكن انه بيتعود. الاب ده جبل، كان شايل عننا حمولات صعب ايدينا تقدر تشتلها، كان بيتحمل ياما حاجات صعب دماغنا تستوعبها، والحال اتبدل دلوقتي لان الابن دلوقتي بيبقى هو الاب وهو العيله وعليه مسؤوليات ياما لازم تخلص في ميعادها. ابويا لما مات الناس قدامي بانت حقيقتها، كان في ناس عاملين فيها قراب وعزاز، بس لما ابويا مات وشوشهم السودا بانت تجاعيدها. كل الناس طمعوا فينا، واللي كانوا زمان لما يشوفوا ابويا بياخدوه بالاحضان دلوقتي بيتبلوا عليه. هذه الدنيا كل القناعات ظهرت واتكشفت واللعبه بانت تفاصيلها. لو عاوز تكشف الناس الوحشه وتعرف مين بيحبك من مين لا، فاول ما تتحط في دقيقه هتلاقي الصوص طالع من السكر، فوعاك تتفاجئ من الصدمات، من الناس اللي مفكرها ملايكة. وعليك تفهم جدا فعلا ان ملايكة ربنا فوق، اما الارض دي فيها ناس سكة. كان نفسي ابويا يكون موجود، يجي ويفتح باب اوضتي ويصحيني من النوم ويقول لي اصحى يا زفت، قوم كده فوق، انزل يلا هات لنا اكل، كام حتة جبنة على حبة فول، وصح امك واخواتك نفطر كلنا مع بعضينا، ونجيب في سيرة كل الناس عم فلان على علان عمل ايه وعملت ايه، ونقعد نضحك على الاحداث، بعديها نحبس بالشاي. احساس اللمة مع ابويا وحشني كتير يرجع تاني. بس انا فجأة نمت وقمت ما لقيتش ابويا، ولقيت البيت فاضي وغامض. ده انا كنت امبارح وياه قاعدين ولغاية نص الليل، وقالوا لي ان ده مشهد تمثيل وهيرجع تاني وهبقى معاه. حتى الواحد كان يشبع حبة من ابوه. دلوقتي بخاف ادخل اوضته وابص في صوره وفي دلابه وافتكره لما كان بيوصيني على عيلتي واهلي واخواتي. كل ما اجي افكر فيه وافتكر الايام وياه والذكرى اللي انا عشتها جنبه، من اول صوري وانا معاه، من طفل صغير لكبير، من واحد كان عمره يوم دلوقتي في سن ال30. مش سهل عليا انام واصحى محروم وبقيت عمري يتيم. لو كنت يا ابويا معايا دلوقتي انا كنت هكون اغنى الناس، هتاسف لك على ياما حاجات طلعت مني من غير ما اقصد، وحاجات بغباء انا خطيتها وما كانش المفروض فيها ادخل. كنت هبوس رجلك وايديك على كل اللي عملته لاجلي، كنت هكون اسعد خلقه علشان شايفك عايش جنبي. الواحد مهما يكون معاه مال مش شرط انه يبقى سعيد. في ناس لو فرقوا حياتك ولا 100 مليون الف فلوس هيخلوك عايش مبسوط، والناس دول لو رجعوا مليك عمرك ما هتحسن وان كنت فقير. انا ابويا وحشنا حقيقي بجد. انا وامي واخواتي لحد اليوم ده مش مقتنعين انك مت. كل لما باب الاوضه يتهز بيفتكروك انك مت. بتمنى جناحك في الجنه يكون مليان بسعاده وفرح، لانك كنت شهيد الجرح ودايما كنت تساعد الناس، ولا عمرك رديت محتاج. فاللي بيزرع زهرة خير ربك بيديله ضعف الزرع.